ولكن لما هنيجي نتكلم عن الصعيد، فالصعيد محاصر من اليمين ومن الشمال بالصحراء، صحراء شرقية وصحراء غربية، وده اللي صنع للصعيد المناخ القاري القارس. يعني في الصيف حر جهنم، وفي الشتاء برد رصرصة تلج. بالإضافة بقى ان انت طول ما انت ماشي على طول الصعيد انت بيقابلك جبال وصخور ومناطق وعرة وطرق وعرة، فكانت طبيعة الأرض أصلا في الصعيد مختلفة تماما عن طبيعة الوديان اللي موجودة في الدلتا. يعني في الصعيد ما كانش في أرض صالحة للزراعة إلا على شريط وادي النيل فقط. وبالرغم من خلافات الدلتاوية والصعايدة، ظهر لنا الأسطورة الصعيدي الأقصري الملك مينا نارمر، صاحب الطموح اللي بعد كده هيوحد الدولة دي وتبقى أول دولة نظامية في التاريخ. الملك مينا نارمر الراجل الأقصري المحترم حاكم الصعيدة مصر العليا، كان عايز يوحد الشعب ويجمع القوة والموارد ويعمل جيش عملاق. فالموضوع كان في البداية موضوع دبلوماسي، وكان في تواصل بين الملك مينا نارمر وبين ملك مصر السفلى. والملك مينا وصل لملك الدلتاوية بأنه هو عايز يوحد البلاد ويضم الإقليمين على بعض ويبقى دولة واحدة قوية.